أما يبقى بنوتة تغيب عن أهلها وهي عندها 7 سنين عشان نزلت تجيب حاجة لمامتها، وترجع وهي عندها 12 سنة، غياب ده كله، يبقى احنا وسط بعض من الناس ما عندهمش رحمة إلا ما رحم ربي يعني طبعا. السلام عليكم، منورين الدنيا. قصتنا النهاردة طبعا قلب الدنيا، فحابة اتكلم فيها برضو عشان العبرة والعظة اللي احنا هناخدها منها. بنوتة 7 سنين راحت تجيب حاجة من السوبر ماركت اللي جنبهم، ما بعدتش يعني كتير لمامتها أو لخالتها أعتقد، فما رجعتش تاني من ساعتها. ما رجعتش إلا وهي عندها 12 سنة، يعني عمر، يعني اتخطفت طفلة ورجعت عروسة. سيدة فاضلة الله يسامحها هي اللي خطفت البنوتة علشان خاطر تشتغل بيها او تسرح بيها بمعنى اصح، يعني تشحت بيها تشغلها الكلام ده كله. وفضلت معاها من وهي 7 سنين لحد 12 سنة، لحد ما ولاد الحلال واهل الخير هم اللي لاحظوا ان في مشكلة او في حاجة مش طبيعية وبلغوا. والحمد لله بعد التحاليل وبعد الإثباتات وبعد كل ده البنت رجعت لأهلها بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل الناس اللي ساعدوهم، وهي عندها 12 سنة وهي عروسة. أنا بقى بتكلم فين الرحمة يا جماعة؟ فين الرحمة؟ فين السيدة الفاضلة اللي خطفتها وهي عندها 7 سنين، بالرغم من ان هي عندها اولاد، مش ما عندهاش، هي عندها، وعارفة يعني ايه ضنا، وعارفة يعني ايه ابن او ابنة. ازاي يجيلك القلب انك تخطفيها وتعملي لها اسم مختلف وتحبسيها السنين دي كلها وتسرحيها وتشغليها وانت عندك ضنا؟ ما تقبليش ان حد يعمل فيه كده. ازاي هي دي الرحمة؟ يعني احنا خلاص وصلنا لمرحلة ان احنا في اخر الزمان كده. ده اللي انا بتكلم فيه يا جماعة. اي حد قبل ما يعمل اي حاجة يطبقها على نفسه، يشوف انا اقبل كده على نفسي ولا لا، انا اقبل كده على عيالي ولا لا. ربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب. احنا نحاول نحافظ على اولادنا، نحاول ما ننزلهمش على قد ما نقدر الا للشديد القوي، وربنا يحفظهم. وكل راجل وكل ست نواياه غير طيبة راعي ربنا. اعرف ان انت في يوم من الايام الدنيا دي مش باقية، ان اللي انت هتعمله